لو فاكر ان الجمال والسرعه ما بيجتمعوش فانت لسه مشفتش الفيراري اللي قررت تمشي على فرزتين بس. احنا مش بنراجع موتوسيكل النهارده، احنا بنراجع قصيده ايطاليه مكتوبه بالبنزين والكربون فايبر. انا محمد والنهارده احكي لك حكايه الموتوسيكل اللي نقل تكنولوجيا الموتو جي بي من الحلبات للشوارع. عشان تفهم الجبروت ده جاي منين لازم نبص على الموتور. القلب هنا هو موتور في 4 بزاويه 90 درجه، مشتق حرفيا من مكنه دوجات اللي بتكتسح سباقات الموتو جي بي. الموتور ده سعه 1103 سي سي وبيطلع قوه بتبدا من 214 حصان وبتوصل ل 240 حصان في نسخه الار. انت مستوعب انك سايق قوه عربيه سيدان كامله في بايك وزنه ما بيجيبش 190 كيلو؟ دوكاتي ما حطتش القوه دي وسابتك للمجهول. البانيجالي فيه 4 فيها عقل الكتروني اذكى من لابتوبك الشخصي حرفيا. النظام ده بيراقب الموتوسيكل في كل ميل، بيتحكم في التراكشن كنترول والعجلات وحتى السلايد كنترول. يعني لو حاولت تعمل دريف بالعجله اللي ورا الكمبيوتر هيسمع لك بليميت معين بس عشان ما تبلعش الاسفلت. بص على الاجنحه اللي في الجناب دي مش عشان المنظر، الاجنحه دي بتولد ضغط لتحت بيوصل ل 37 كيلو عند سرعه 300 كيلو متر في الساعه عشان تحافظ على العجله اللي قدام تفضل لازقه في الارض في وقت ان الموتور بيحاول يطير بالبايك في الجو. نيجي بقى لاحلى حاجه في البايك ده، الصوت. ترتيب الحريف الموتور بيطلع نغمه مش هتسمعها في اي مكان تاني. ده مش صوت شكمان عادي، ده صوت غضب ايطالي. اول ما تفتح السروت اللي بتعدل 13000 لفه، السرعه القصوى متحدده الكترونيا عند 299 كيلومتر في الساعه بس. ده اللي العداد بيقولوا، بس هو بيعدي كده بكتير. في النهايه الدوكاتي بانيجالي في 4 سعرها بيبدا من 25000 دولار وبيعدي ل 45000 دولار في نسخه الاس بي 2 والار. هي مش اغلى حاجه في العالم، بس هي الاشيك والاشرس في اي حلبه. وفي النهايه ما تنساش اللايك والاشتراك عشان نجاي تقيل.